بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، زينة الخلائق أجمعين، حبيب إله العالمين، المصطفى الأمجد، الرسول المسدد، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، مقطع قد انتشر في الآونة الأخيرة، قد أخذ من إحدى القنوات الفاسدة، وصار المتكلم في هذا المقطع يشنع على الشيعة في مسألة فقهية اختلف العلماء فيها. ما هي هذه المسألة؟ لكن قبل أن نعرض المقطع نقول، نفتح قوسين، لا حياء في الدين. شنو هذا المقطع؟ خلونا نشوف. وأيضا اسمع إلى هذه الرواية عن أبي يعفور قال: سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال: ليس به بأس وما أحب أن أفعله. هذا في كتاب الاستبصار للطوسي، المجلد الثالث 242. سبحان الله، أهل البيت يجوزون جماع المرأة من الدبر، اللواط بالنساء، أن يجامعها من الدبر؟ أهل البيت كانوا يجوزون هذا؟ هذا هو مذهب أهل البيت؟ والله تطلع لنا مذاهب جديدة. يدعون كمال الحيدري مذهب أهل البيت، مذهب أهل البيت، وبعدين يتضح لنا مذهب أهل البيت جماع النساء في الدبر. هذا هو مذهب أهل البيت يا كمال الحيدري؟ والله عجيب، شيء عجيب. ما يحتاج الناس إلى أن يسافروا إلى أوروبا للزنا ولا للواط ولا يتفرجون عن النساء العاريات، ما دام عندنا مذهب آل البيت الذي تنسبه إلى آل البيت إباحية مطلقة. طيب، الآن المسألة عند الشيعة مسألة خلافية، العلماء اختلفوا في هذه المسألة. هذه مسألة يا جماعة مسألة فقهية، فمن المعيب أن يعيب هذا الشخص على الشيعة في مثل هذه المسألة الفقهية. أحد علماء الشيعة من المعاصرين السيد آية الله العظمى الروحاني حفظه الله، ماذا يقول في كتابه فقه الصادق عليه السلام، الجزء 17 صفحة 54 و55، تحت عنوان حكم وطء الزوجة دبرا. المطلب الخامس في بعض اللواحق وفيه مسائل. الأولى: المشهور بين الأصحاب أنه يكره الوطء في الدبر للجائز وطئها ولا يكون ذلك حراما. وعن السيد في الانتصار، والشيخ في الخلاف، وابن زهرة في الغنية، والحلي في السرائر دعوى الإجماع عليه. وعن التذكرة، اللي هو عن العلامة الحلي صاحب كتاب تذكرة الفقهاء، ذهب علماؤنا إلى كراهة إتيان النساء في أدبارهن وأنه ليس بمحرم. وعن القميين وابن حمزة والشيخ الرازي والراوندي في اللبابي، والسيد أبي المكارم صاحب بلابل القلاقل القول بالحرمة. إذن المسألة خلافية بين الشيعة. طيب، هذا الشخص المشنع ومن كان على شاكلته لا يعرف ما في كتبه. لماذا؟ لأن أيضا هذه المسألة الفقهية أيضا علماء السنة اختلفوا فيها. لو كان هذا الشخص يعرف أن هذه المسألة فيها خلاف عنده ما شنع على المسلمين. أحد علماء السنة الكبار أبو بكر ابن العربي، طبعا ملاحظة هذا الشخص يختلف عن محي الدين ابن العربي صاحب كتاب الفتوحات المكية، هذا غير. في كتاب أحكام القرآن صفحة 198 ماذا يقول؟ انتبه جيدا. المسألة الثانية: اختلف العلماء، هذه تحتها خط يبين فيها خلاف المسألة عندهم. اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها، فجوزه طائفة كثيرة، هاي تحتها خط، وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن، وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين
وإلى مالك من روايات كثيرة. المسألة جدا واضحة. أيضا هؤلاء عندهم خلاف في هذه المسألة، فهل سيشنع عليهم كما شنع على الشيعة؟ هذا بشكل عام. الآن رأي أحد الصحابة اللي هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. جلال الدين السيوطي في كتاب التفسير المعروف الدر المنثور في الجزء الأول صفحة 474 اسمع جيدا ماذا يقول. يقول: وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده، والطبراني في الأوسط، والحاكم وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن عن ابن عمر قال: إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله: نساؤكم حرث لكم. الآية تحت خط هني: رخصة في إتيان الدبر. هذا منه؟ هذا الصحابي ابن عمر عبد الله بن عمر. هل سيشنع عليه؟ ننتظر. وأيضا يذكر جلال الدين السيوطي كلام ابن عبد البر أحد العلماء المعروفين. ماذا يقول؟ هاي في صفحة 475. وقال ابن عبد البر: الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة. هذا رأي الصحابي ابن عمر. أيضا أحد العلماء الكبار اللي هو مالك بن أنس، إمام مذهب المالكي، الأئمة الأربعة، نعم، من الأئمة الأربعة، في كتاب اسمه جماع النساء لعمرو عبد المنعم سليم. هذا الكتاب يذكر فيه رأي مالك وغيره من الفقهاء. شنو رأيهم؟ جماع النساء في الأدبار صفحة 148 نشوف تحت عنوان مذهب الإمام مالك بن أنس: أخرج عنه النسائي في الكبرى الجزء الخامس صفحة 325: أخبرنا فلان عن فلان سمعت مالكا يقول ما علمته حرام. وقال مؤلف الكتاب عمرو عبد المنعم سليم: وهذا سند صحيح لا مطعن فيه، وقد رواه الطبري فيما نقله الحافظ في التلخيص الجزء الثالث صفحة 212 من طريق يونس بن عبد الأعلى عن مالك بإباحته، وسنده صحيح أيضا. ويقول في صفحة 149: قال الحافظ ابن حجر في الجزء الثالث صفحة 211: قال القاضي عياض: كان القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي يجيزه، هذا واحد من الفقهاء، ويذهب فيه إلى أنه غير محرم، وصنف في إباحته محمد بن سحنون، هذا اثنين. طبعا لاحظ أن صنف ألف كتاب في هذه المسألة في إباحتها، صنف. ومحمد بن شعبان ثلاثة. ونقل ذلك عن جمع كثير من التابعين. وفي كلام ابن العربي والمازري 4 5 ما يوم إلى جواز ذلك أيضا. 5 من الفقهاء غير مالك هناك من صنف فيهم في هذه المسألة إباحتها، ونسب القول إلى كثير من التابعين. قلت، ويقول الآن مؤلف الكتاب: وقد روى الطحاوي عن أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال، يعني وطئ المرأة في دبرها، وسنده صحيح. هذا رقم 6 الحين. أين هذا الرجل عن كل هذا؟ أين هو عن كل هذا؟ فحتى يعرف الناس أن هؤلاء همهم فقط التشويش على المسلمين، بث الفتنة فيما بينهم. يشنع على الشيعة في مسألة فقهية حتى علماء اختلفوا فيها. جهل عجيب. طبعا جهل عجيب عند هؤلاء. وأيضا في شبهة أخرى هذا الشخص طرحها في نفس تلك القناة الفاسدة. شنو هذه الشبهة؟ خلونا نشوف. في كتاب وسائل الشيعة للحر العابلي الجزء الثاني ماذا تقول هذه الرواية في صفحة 200؟
تقول هذه الرواية، نشوف الكتاب بس شو سنعرضه إن شاء الله. تقول هذه الرواية وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء الثاني. تقول الرواية، يقول عن بعض الكوفيين يرفع إلى أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل من الدبر. هذا جائز عندهم، مع أنهم بعض الأحيان يزيدون لها عبارات مع الكراهة، وبعض الأحيان يزيدون قيد إذا رضيت بذلك. إذا رضيت بذلك، يعني لو كانت موافقة ما في مشكلة عندهم. في دبرها وهي صائمة، فقال: لا ينقض صومها، يعني لو جاء وليس عليها غسل. طيب إذن هذا باب حيلة. لو كانت المرأة صائمة والرجل أراد أن يفعل معها الجماع، يجامعها هنا، بدل أن يأتي من القوة الأين سيذهب؟ من الدبر. ليش؟ ما يبطل عليه الصوم برضه. ما هو القضية أصلا الشهوة والإنزال. أن المرأة إذا جاء معها الرجل من دبرها والعياذ بالله، كلام يستحي الإنسان أن يقوله، وهي صائمة، لا يبطل صومها ولا يجب عليها الغسل. هو موقفه بقى موقفه من الأمم المتحدة إيه؟ طب نستأذنك يا شيخنا ناخد فاصل ونعود اللقاء. وهذا الفقه المقرف، هذا الفقه الذي وضعه أناس مهووسون بالجنس، وسعوا في الشهوات والملذات وضيقوا في العبادات كما قال الدكتور الدليمي. الرد على هؤلاء الذين لا يعرفون في الدين شيئا سوى التهريج، من أحد علماء الشيعة ماذا قال في هذه الرواية؟ هل فعلا العلماء قبلوا هذه الرواية؟ هل فعلا الشيعة يطبقون هذه الرواية أم لا؟ حتى يعرف الناس مقدار علم هؤلاء. كتاب مستمسك العروة الوثقى، تأليف فقيه العصر آية الله العظمى السيد محسن الحكيم، الجزء الثامن صفحة 241. يقول السيد: وأما مرسل علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لا ينقض صومها وليس عليها غسل، ونحوه مرفوع بعض الكوفيين. لاحظ الآن كلام هذا الفقيه، يقول: فلا مجال للعمل بهما بعد ضعفهما في أنفسهما وإعراض الأصحاب عنهما ودعوى الإجماع على خلافهما. الله أكبر. إذن هناك إجماع من علماء الشيعة على عدم العمل بالروايتين اللي تفيد نفس الموضوع اللي ذكره هذا الشخص. لماذا يعني هذا التشنيع على مسألة بتثبت عند الشيعة؟ أنا أترك المسألة للمشاهد المنصف، ماذا يسمي ذلك؟ جهل أو تدليس؟ المسألة متاحة للمنصف. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وعندي نصيحة حقيقة، سواء لشيعي أو سني أو حتى غير مسلم: إذا أردت أن تشنع على غيرك في أي مسألة، ابحث أولا، تعلم، اقرأ، حقق، هل هذه المسألة موجودة عندي أم لا؟ لكن هؤلاء لا يفقهون شيئا. انتظرونا إن شاء الله في حلقة قادمة وشبهة جديدة، وإلى ذلك الحين عطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.